ده ترانزيشن مش جاهز ولا موجود عندي في البريمير، لكن نقدر نعمله بنفسنا. تعال أقولك إزاي وبطريقة سهلة جدا. وزي ما انتوا شفتوا في الانترو ان انا عندي ترانزيشن ما بين الفيديوهات بتاعتي، واللي حابة اوضحه ان الترانزيشن ده ولا هو موجود عندي في البريمير ولا انا جايباه من بره جاهز وضفته على الفيديوهات بتاعتي، لكن بكل بساطة الترانزيشن ده انا اللي عملته من بدايته لنهايته. فاحنا هنعرف مع بعض ازاي نكون بنطبق او بنعمل الفكرة دي، وحاجة زي كده ان انا بخرج بره التقليدي او الحاجات الجاهزة بتديني ثقة في نفسي إن أنا بعرف أعمل حاجات جديدة ومختلفة وبعرف أطبق حاجات كده متنوعة. فحاجة زي كده هتبسطكم قوي إن انتوا تكونوا بتطبقوها وكمان إن انتوا تضيفوها للفيديوهات بتاعتكم. والترانزيشن ده شيك جدا بالنسبة للفيديوهات في العادي، إن أنا أحطها كترانزيشن أو إن أنا أستخدمه برضو لو كترانزيشن في الريل بتاعي، فبيدي شكل كده مختلف وحلو. فتعالوا مع بعض نشوف إزاي هنقدر نعمل ده ونطبق ده مع بعض بشكل عملي. كل اللي عليك إنك تركز في الفيديو لغاية النهاية، مش بس علشان هنتكلم في حاجة جديدة، لكن علشان هنوضح كم معلومة كده في النص هتعجبكم وهتفيدكم قوي. فتعالوا نشوف هنعمل إيه. فدلوقتي أنا مثلا هجيب الفيديوهين دول أهو، وتمام جدا لغاية كده. في بعد كده أنا عايزة أضيف حاجة اسمها adjustment layer، فاضغط كليك يمين وبعد كده هختار نيو ايتم ومنها هختار adjustment layer بالشكل ده، ودي الأبعاد بتاعتي فهقول له تمام اوكي، واخده هسحبه على التايم لاين أو على السيكونس بتاعي. طيب اللي ما يعرفش يعني ايه adjustment layer هفهمك دلوقتي بشكل مبسط قوي. فاكر لما كنا صغيرين وكنا بنجلد الكتب بتاعتنا وفرحة بقى المدارس وكده، بس خلاص يعني دلوقتي كبرنا، لكن عامةً ارجع كده بالزمن لورا هتلاقي إن إحنا كنا علشان نحافظ على الكتاب أو على الكتب بتاعتنا كنا بنجلدها كده بغلاف أو بجلاد شفاف، ولا كان الجلاد ده بيأثر على اللون بتاع الكفر أو على الجلدة بتاعة الكتاب أيا كان اسمها، مش بيأثر ولا على الألوان ولا على الرسمة اللي موجودة على الكفر بتاع الكتاب ولا بيأثر في أي حاجة. هي طبقة شفافة كان ليه وظيفة معينة إن هو بيحمي الكتاب من بره. تمام، فهكذا الادجستمنت لاير ده طبقة شفافة، يعني مهما نضفته على الفيديوهات بتاعتي ما بيغيرش أي حاجة تماما، زيه بالظبط زي ما وضحت لكم في موضوع الجلاد بتاع الكتاب. فده كده بشكل بسيط قوي. طيب لما هو بقى طبقة شفافة وما بيعمليش أي حاجة في الفيديوهات، أنا بستخدمه ليه؟ بستخدمه لحاجات كتير. أنا ممكن أضيف عليه إفكتات وأضيف عليه ترانزيشن وأضيف حاجات كده كتير، وينفع إن أنا أشيله فما يبقاش الفيديوهات بتاعتي اتأثرت، وفي نفس الوقت ينفع أخده كوبي وبيست أو أدبليكيت يعني الادجستمنت لاير بكل الإفكتات اللي عليه واستخدمه في أكتر من مرة. فبالتالي ليه فوائد كتير وليه استخدامات كتير. لكن لو ما حطيتش عليه كل الإفكتات أو كل الحاجات دي فهو هيبقى طبقة شفافة تماما مش هيأثر على الفيديو. فتعالوا نكمل ونشوف ايه اللي هنعمله دلوقتي. فزي ما انتوا شفتوا كده انا دلوقتي اهو حطيت الادجستمنت لاير، فانا عايزة امشي 5 فريم لورا. تمام اهو، 1 2 3 4 5، همشي 10 مش 5. انا كده 5، 1 2 3 4 5. تمام، فانا كده مشيت 10 فريم. تمام، بعد كده هاجي في النص كده وعايزة امشي 10 فريم كمان، علشان عايزة ان انا يكون الادجستمنت لاير بتاعي اوسطنه ما بين الفيديوهات علشان محتاجة الموضوع ده. فهعمل ايه؟ يا بمشي زي ما انتوا شفتوا بالاسهم اللي هو يمين وشمال، بمشي فريم باي فريم يعني فريم فريم، يا اما بضغط على شيفت وعلى السهم اللي هو في ناحية اليمين اهو فبيمشي لي مرة واحدة 5 فريم. يعني لو دوست على الاتجاهات شمال ويمين، مثلا دوست شمال فيتحرك معايا شمال بس هيتحرك فريم فريم، لكن لو أنا بتحرك شمال من السهم ودوست على الشيفت في نفس الوقت هلاقي إن هو بيحرك لي 5 فريم مع بعض مش فريم فريم. فأهو أنا دلوقتي واقفة في النص فاضغط على شيفت والسهم اليمين فيحرك لي 5 فريم ناحية اليمين، وهكذا تاني أهو. فأنا كده وصلت لل10 بتوعي بدل ما أمشي فريم باي فريم. فكرة زي كده بتسرع معايا وبنجز، يعني مش لازم أعدل 10 والجو الحضانة ده. فتمام، فأهو أنا دلوقتي أنا تمام جدًا، خلّيته إن هو متوسطن عندي وكل حاجة تمام أوي.
طيب هعمل ايه؟ هاجي على effects من هنا وهعمل سيرش على حاجة اسمها offset اهو، هاخده كده هسحبه على الادجستمنت لاير بتاعي بالشكل ده، وهاجي هنزل هنا. تمام، خلينا نوسع دي مثلا شوية. وبعد كده هعمل ايه؟ ان انا هاجي هحط كي فريم بعد ايه اهو، همشي هنا 5 فريم. تمام، دوست على شيفت والسهم الشمال فهحرك لي 5 فريم ناحية الشمال واحط كي فريم، وبعد كده اهو 5 فريم ناحية اليمين واحط كي فريم تاني. وبعد كده هنا اهو بصوا الاوفست ده ان هو بيكرر لي الفيديو بتاعي اهو، بيكرروا لي ما لا النهاية، يعني انا اقدر اكرر الفيديو بتاعي ما لا النهاية عادي جدا. تمام، فانا دلوقتي اهو بصوا كده ايه اللي حصل اهو، حلو جدا. تعالوا بقى نضيف له لمسة كده هتغير معايا في الموضوع، وهي ايه هي اللمسة دي؟ ان انا هعمل سيرش على حاجة اسمها directional blur اهو. فانا دلوقتي عندي الجوسيان بلور وعندي الدايركشنال بلور. طيب ليه انا بقول هستخدم الدايركشنال بلور؟ علشان بكل بساطة خلينا مثلا هخلينا اهو بعيدا عن الفيديوهين بتوعي، مثلا هجيب الفيديو ده وخلينا نقسم الفيديو ده كده نصين، وهاجي من هنا اهو دايركشنال بلور هاخده هنا، وهاخد مثلا على الجزء التاني الجوسيان بلور. بصوا كده لو جيت ان انا اغير في الدايركشنال بلور، بصوا شايفين بيعمل بلور بشكل ازاي؟ متداخل بشكل طولي. تمام، لكن في الجوسيان بلور بصوا هو بس بيغبش لي يعتبر او بيخلي لي الموضوع مش واضح، لكن بشكل كده عشوائي، لكن هنا بيخليه يتداخل مع بعض بشكل طولي. فأنا محتاجة ده، بما إن عملت الأوفست بحركة طولية فأنا الدايركشنال بلور هو اللي هينفعني في حاجة زي كده. فأنا حبيت أعرفكم إيه الفرق، وعلشان ما تسألونيش ليه يا سارة استخدمتي الدايركشنال بلور مش الجوسيان بلور، فأهو يعني بطريقة عملية علشان برضو نبقى فاهمين. وبعد كده هاجي دلوقتي أنا عرفت إن أنا الدايركشنال بلور هو الأفيد لي دلوقتي، أو هو اللي هيديني النتيجة اللي أنا عايزاها. وهاجي هنا كده واحط كي فريم. تمام، واخليه مثلا يبقى مثلا 60 نجرب. ماشي، وهاجي هنا عند الكي فريم الاولاني واخلي ده 0، عند الكي فريم التاني واخلي ده 0 اهو. بصوا كده اهو، ده الترانزيشن اللي انتوا شفتوه في الانترو ده اهو. طيب هقول لكم بقى الفايده بتاع الادجستمنت لاير اللي انا كنت بتكلم فيها معاكم، ان انا مثلا او بعد ما وصلت للنتيجه اللي انا عايزاها، لو جيت مثلا اخدت الفيديو بتاع البنت دي كده رحت ضفته هنا، عايزه بقى ان انا اضيف الترانزيشن ده ما بين الفيديوهين الاتنين دول، لسه ان انا هعمل مثلا من الاول؟ لا عادي، هاخد الادجستمنت لاير الت اهو وسحبته كده. طيب لو انا هتلخبط ومش عارفه اوسطن ولسه هعد وهعمل، فهخلينا نعمل ديليت اهو، وهاجي هنا كده واحط ماركر، هضغط على حرف الام، بس مش هبقى واقفه في حته فاضيه، لان انا لو وقفت عند حته فاضيه ودوست على حرف الام فهو حط لي كي فري، حط لي ماركر في السيكونس بتاعي بشكل عام. لكن انا عايزه ان انا احطه على الفيديو او على الادجستمنت لاير نفسه، فهقف عليه كده بالشكل ده، هضغط على حرف الام، فانا كده عرفت ان ده النص بتاعه بالظبط. هاجي هاخده دبليكيت هنا كده الت وهسحب. بصوا عرفت ان انا اخلي الماركر واقف عندي ما بين الفيديوهين، بصوا كده، فالموضوع شكله حلو قوي اهو. واهو ده الترانزيشن اللي انتوا شفتوه في الانترو، فاهو زي ما انتوا شفتوا بخطوتين، يعني مفيش ابسط منهم، وكمان وضح لنا اكتر من معلومة بشكل عملي مش بس نظري او كلام كده وخلاص. فاتمنى تكونوا استفدتوا ويكون عجبكم الدرس، ولو عجبك الدرس ما تنساش تشاركني برأيك وتقولي في الكومنتات، وقولي قد ايه الموضوع كان بالنسبة لك مختلف او مفيد. وفي نفس الوقت لو عندك حاجة معينة تحب ان احنا نتكلم فيها فبرضو اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة.
وما تنساش برضو تتابع القناة كل يوم اثنين وخميس الساعة 10 مساء علشان بينزل درس جديد.